الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي الزملكاوية والأهلوية، أهلا بيكم في فيديو جديد مع دورينا غير أي دوري. والنهاردة هتكلم معاك عن بعض أخبار نادي الزمالك وبعض أخبار النادي الأهلي اللي طلعت النهاردة في الصحف المصرية. بس خليني قبل ما أتكلم وأقول لك أخبار الأهلي والزمالك، خلينا إن إحنا نوجه رسالة شكر للاعب الخلوق المحترم حمزة المسلوسي اللي قعد 5 سنين داخل نادي الزمالك وما عملش أي مشاكل. نادي الزمالك وجه الشكر لحمزة المسلوسي علشان يعلن رحيل اللاعب عن نادي الزمالك. فاحنا كجماهير نادي الزمالك واجب علينا ان احنا نشكر حمزة المسلوسي اللي قعد 5 سنين داخل جدران نادي الزمالك، لا في يوم عمل مشاكل مع اللاعيبه ولا عمل مشاكل بسبب مستحقاته الماليه، وغير انه هو جاب بطولات مع نادي الزمالك وعمل انجازات وتاريخ لحمزة المسلوسي نفسه. فاحنا حابين نقول له شكرا على الفتره اللي انت قضيتها مع نادي الزمالك بحلوها وبمرها. شكرا لحمزة المسلوسي. طيب تعالى كده نشوف الاخبار اللي موجوده عن الاهلي والزمالك، وحابب ان انا اعلق عليها واقول رايي. وانت كمان لو اول مره يوصلك الفيديو انا حابب ان انت تسيب لي رايك في التعليقات، لان القناه لسه في بدايتها، وحابب ان انت تشاركني برايك في الاخبار اللي طلعت النهارده. طيب في البدايه ناخد اول خبر. اول خبر بيقول لك حسام عبد المجيد بيرفض تجديد عقده مع نادي الزمالك ومتمسك بالرحيل لاوروبا، بالاحتراف لاوروبا. وزي ما احنا عرفنا وشفنا او سمعنا، اخو اللاعب طلع واتكلم على ان اللاعب اتصرف عليه، اللاعب طور من نفسه، اللاعب حابب ان يكون عقده زي بقيه اللعيبه الكبار. وبفعلا حسام عبد المجيد يعني بصراحه مطور من نفسه واصبح من اللعيبه اللي بقت يعني ذو أهمية داخل الفريق نادي الزمالك. لاعب من أحد الأعمدة الأساسية في خط دفاع نادي الزمالك، ما تقدرش تستغنى عنه دلوقتي. لكن أنا مش حابب إن أنا أطول عليك في الكلام ده كله. خليني أقول لك إن حسام عبد المجيد رافض التجديد لنادي الزمالك وطالب الرحيل، لكن إدارة نادي الزمالك أو لجنة التخطيط والمدير الرياضي في نادي الزمالك قالوا لحسام عبد المجيد والله انت مش هينفع تحترف بره غير لما تجدد عقدك مع نادي الزمالك، وبعد كده هات لنا العروض اللي جايه لك من بره علشان نشوف القيمه الماليه اللي تليق بيك وتليق بنادي الزمالك علشان ترحل وتحترف بره. طيب اللاعب جايب عرضين، عرض من بازل السويسري وعرض من ساسكا موسكو الروسي. طيب انا شايف يعني يا عم حسام ان انت مزود الموضوع قوي شويه، ومن الاخر انت كده عايز تطلع كوبري علشان ترجع على النادي الاهلي. ما دي ما فيهاش كلام تاني، علشان اكون واضح وصريح معاك كزملكاوي واهلاوي. الاهلاوي ما يجيش يقول لي انتوا ليه عاملين لكم حوار ما تخلوا اللاعب يحترف. يا حبيبي هيحترف هيرجع للنادي الاهلي. فاحنا المفروض ان احنا كمان نأمن حقنا، دي ما تزعلش حد. مش بعد ما ربيك وكبرك تروح للمنافس ببلاش او تروح للمنافس على الجاهز وانا ما استفادش بيك زي اللي حصل مع الجعان. لا يابا مفيش الكلام ده. انا كلمه هقولها لك علشان ما اطولش الفيديو. اللي عايز يقعد في نادي الزمالك يا مرحب بيه واهلا وسهلا، واللي مش عايز يغور مع الف سلامه، يغور في 60 داهيه. احنا خلاص مش هنقف على حد كجماهير. احنا تعبنا من اللعيبه لان كنا بننجم في اللعيبه وفي الاخر يعني تبقى بالونه العمليه، ننفخ فيهم وفي الاخر يفرقعوا في وشنا احنا. ده اللي كان بيحصل مع جماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك. فاحنا المفروض مش هنفرط في حقنا في اي لاعب تاني، واللي بيعمله جون ادوار ولجنه التخطيط في نادي الزمالك هو ده الصح، هو ده اللي كان المفروض يحصل من زمان. طيب ده كان اول خبر ورأيي عن حسام عبد المجيد. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخبر الثاني. طيب
الكابتن خالد الغندور، الكابتن خالد الغندور طلع على قناه المحور وبيقدم في قناه المحور برنامج اسمه استاد المحور، طلع واتكلم وقال لك ايه؟ قال لك نادي الزمالك قريبا جدا من التعاقد مع الحارس المهدي سليمان. شوف احنا وصلنا لايه؟ شوف احنا وصلنا لايه؟ يعني احنا بنحاول نشكر الاداره اللي موجوده وبنشكر جون ادوارد، انما يطلع خبر ان الهاني سليمان قريبا جدا من حراسه نادي الزمالك. ده اللي ناقص. يعني احنا جايبين حارس بيلعب في مؤخره الجدول بتاع الدوري او في منتصف جدول الدوري علشان اجيبه لحراسه نادي الزمالك. هو ده الحارس اللي هيقف ويحرس عليه نادي الزمالك الموسم القادم؟ يا ناس انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ انا ما اناش عارف هل الخبر ده حقيقي ولا لا، لان لو حقيقي تبقى كارثه، صدمه. طب ما انت عندك ابو جبل بتحاول تتعاقد معاه وقلت ان انت وقعت معاه كنادي الزمالك، قلت وقعت مع ابو جبل، اروح اجيب المهدي سليمان؟ في ايه يا عم؟ ايه يا عم جون ادوارد؟ طب ما انا عندي محمد صبحي وعندي محمد عواد، ما فرطش في اي حارس منهم، اجيب المهدي سليمان هيقف عليهم؟ هو اللي هيبقى الحارس الاساسي مثلا ولا هيجي يقعد لك على الدكه؟ يعني بصراحه خبر يضايق وخبر يزعل، واتمنى ان نادي الزمالك ما يفكرش في يوم من الايام ان هو يتعاقد مع المهدي سليمان. طيب ده كان اول تاني خبر. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الثالث، وهو بيقول لك الاهلي يحصل على توقيع اللاعب احمد عيد لاعب النادي المصري. طيب نادي المصري علشان يسيب احمد عيد طالب من الاهلي لعيبه وطالب مبلغ مالي علشان يفرط في احمد عيد. وفعلا في اخبار بتقول لك ان او في تسريبات من داخل النادي الاهلي بتقول لك ان احمد عيد وقع فعلا للنادي الاهلي. وكلنا يعني عارفين احمد عيد. احمد عيد كان لاعب من لاعيبه نادي الزمالك او ناشئ من ناشئين نادي الزمالك، ثم طلع اعاره، بعد كده اتباع مثلا للنادي المصري. انا ما اعرفش يعني القصه بتاعته، لكن احمد عيد كان في يوم من الايام لعيب نادي الزمالك بيلعب باك يمين، وشفناه كلنا في نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مع نادي الزمالك. كان لاعب بصراحه مميز، لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب هيفرق لو راح للنادي الاهلي، وخصوصا ان هو لسه صغير في السن. ده احمد عيد. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخبر الخامس. طيب كلنا عارفين الكابتن ايمن الرمادي. ايمن الرمادي كان اخر مدرب لنادي الزمالك واخذ بطوله كاس مصر. طيب الراجل ده بقاله يعني من ساعه ما نهى نهائي كاس مصر وهو الراجل متواجد في نادي الزمالك على اساس يا اما جون ادوارد يتعاقد معاه كمدير فني لنادي الزمالك الموسم المقبل، يا اما يوجهوا له الشكر ويعلنوا رحيل ايمن الرمادي عن نادي الزمالك. طيب طلع وكيل المدرب ايمن الرمادي وقال لك والله ان خلاص الكابتن ايمن الرمادي انهى مسيرته مع نادي الزمالك اللي هي يعتبر شهر او شهرين على ما اظن، يعني خلاص مفيش اي خلافات ما بين الكابتن ايمن الرمادي ولا بين نادي الزمالك، والحمد لله مفيش فيفا. يعني الحمد لله نادي الزمالك انهت الامور الماديه والامور التعاقديه وكل حاجه، ومفيش اي صله دلوقتي ما بين الكابتن ايمن الرمادي وتدريبه لنادي الزمالك. فاحنا حابين نقول له شكرا يا كابتن ايمن على الفتره اللي انت قعدت فيها في نادي الزمالك وقدرت تحقق بطوله كاس مصر. طيب تعال نشوف الخبر اللي معايا كمان. بيقول لك ايه؟ الزمالك بيستهدف ضم الحارس حمزه علاء. طيب كلنا عارفين حارس حمزه علاء حارس النادي الاهلي، والحارس ده ساب النادي الاهلي وبيقول ان هو عاوز يحترف بره في فرنسا. طيب انا كنادي الزمالك هجيب حمزه علاء اعمل بيه ايه؟ انا لسه كنت بتكلم دلوقتي عن المهدي سليمان، احنا عندنا 2 حراس مرمى كويسين مش محتاجين حمزه علاء. فانا هجيب النهارده حمزه علاء اعمل بيه ايه؟ مش محتاجه. انا مش محتاجه. انا عندي محمد صبحي محمد عواد، ما يلزمنيش حمزه علاء حتى لو كان ايه، ما يلزمنيش. ما هو كده هيقول لك ان انت بدأت تاخد لعيبه من النادي الاهلي. مش دي الصفقه القويه اللي انت توجع بيها النادي الاهلي، مش دي والله، ما دي. احنا مش محتاجين حمزه علاء. طيب
تعال نتكلم عن خبر تاني. بيقول لك الاهلي يحصن احمد عبد القادر خشيه الرحيل مجانا. طيب نتكلم عن احمد عبد القادر. احمد عبد القادر زي ما احنا عارفين ان هو مخلص اموره مع نادي الزمالك، ناقص التوقيع بس. احمد عبد القادر اتفق مع نادي الزمالك ان هو ينضم في الموسم المقبل مع نادي الزمالك، لكن اداره نادي الزمالك قالت لاحمد عبد القادر احنا مش هينفع نوقع معاك رسمي الا لما تخلص مع النادي الاهلي وتنهي قصتك مع النادي الاهلي. لما تصبح فري في النادي الاهلي يومها هنوقع ونخلص. مفيش شك ان احمد عبد القادر لعيب مميز، لعيب على اعلى مستوى، وانا شايف ان النادي الاهلي خسر احمد عبد القادر. والله العظيم النادي الاهلي خسر احمد عبد القادر. يعني الكابتن احمد حسام ميدو قعد مع احمد عبد القادر هو وجون ادوارد وقالوا لاحمد عبد القادر في حال توقيعك مع النادي الزمالك فانت هتكون لعيب اساسي في نادي الزمالك بدايه من الموسم المقبل، لان احنا عندنا عجز في الجناح الايسر لنادي الزمالك. احنا كلنا عارفين ان مصطفى شلبي هو اللي موجود مع نادي الزمالك، وكلنا شايفين سوء المستوى اللي بيثبته لنا كل يوم عن التاني مصطفى شلبي، لغايه لما قربنا نقلع الهدوم من مصطفى شلبي. لكن احمد حسام قال لاحمد عبد القادر انت لو جيت لنادي الزمالك فانت هتكون اساسي، لان احنا عندنا المكان ده في نقص شديد، لان ممكن يرحل مصطفى شلبي عن نادي الزمالك فاصبح المكان ده فاضي. فانت يا احمد عبد القادر لو جيت نادي الزمالك فانت هتلعب اساسي. علشان كده اللاعب مصمم على الرحيل عن النادي الاهلي ويوقع مع نادي الزمالك. طيب هل الاهلي هيسيب احمد عبد القادر؟ كل الاخبار بتقول لك ان النادي الاهلي مش هيفرط في احمد عبد القادر. النادي الاهلي عاوز يجدد التعاقد مع احمد عبد القادر، ومن ثم خروج اللاعب الى احد الانديه الخليجيه او احد الانديه المصريه او المحليه، لكن يكون ممدد عقده مع النادي الاهلي علشان ما يمشيش فري من النادي الاهلي، او معنى اصح ما يروحش النادي الزمالك. لكن احمد عبد القادر مصمم ان هو يرحل عن النادي الاهلي، لان خلاص اللاعب عارف ان جبهته فيها محمود تريزيجيه وموجود اشرف بن شرقي، مع احتماليه كمان صفقات جديده للنادي الاهلي. ممكن النادي الاهلي يجيب كمان لاعب ويكون لاعب على اعلى مستوى، فاصبح احمد عبد القادر ما يكونش ليه مكان في الجناح الايسر للنادي الاهلي. عشان كده اللاعب مصمم على الرحيل من النادي الاهلي. هتقول لي اللاعب بيتدرب في النادي الاهلي، هقول لك وماله، لان كده كده اللاعب موجود على ذمه النادي الاهلي. اللاعب لسه راجع من الاعاره وقدامه ممكن موسم تاني مع النادي الاهلي، لكن تدريباته دي ما يمنعش ان هو اللاعب عايز يرحل، واللاعب مقدم تقرير للنادي الاهلي ان هو عاوز يرحل من النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله احمد عبد القادر باذن الله يكون صفقه تكون قويه واضافه لنادي الزمالك ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب اما الخبر الثاني فالنادي الاهلي بيقول لك بيترقب الحصول على 20% قيمه بيع احمد قندوسي للنادي لوجان السويسري. يعني احنا عايزين نقول للنادي الاهلي بالراحه علينا شويه. النادي الاهلي لسه جاي من كاس العالم للانديه وما شاء الله، يعني ما بنحسدش او بنحسد بقى يا سيدي، احسبها زي ما تحسبها. احنا بنحسد. يعني انت دلوقتي جاي من كاس العالم للانديه واخد لك 11.5 مليون دولار، فانت اضربهم في المصري هيعملوا لك حوالي اكتر من نص مليار جنيه، فانت هتعمل بيهم ايه ده كله؟ هتعمل بيه ايه ده كله؟ فالنادي الاهلي لسه مستني ال 20% اللي هم هيجوا من نادي لوجان السويسري. يعني ده خبر مفرح لجماهير النادي الاهلي ان هم عمالين يجيبوا كمان في فلوس من بره. طيب في خبر كمان معايا وهو بيقول لك مدرب الزمالك الجديد سيصل خلال 72 ساعه. طيب احنا ما احناش عارفين لغايه دلوقتي هل هو مدرب برتغالي ولا هيكون مدرب فرنسي ولا جنسيته ايه؟ صراحه ما احناش عارفين، لكن احنا في انتظار المدرب الجديد لنادي الزمالك. طيب انا قلت لك قبل كده في الفيديو اللي فات على اسم المدير الفني البرتغالي، انا مش والله ما متذكر اسمه، يعني
لكن هو مدرب البرتغالي مدرب محترم، اللي انا عرفته ان هو مدرب محترم وليه سي في قوي جدا مع تدريبه للانديه ومع تدريبه للمنتخبات. والله انا ناسي اسمه دلوقتي، لكن احنا في انتظار ال 72 ساعه اللي جايه ان شاء الله علشان نشوف نادي الزمالك وهو بيوقع عقوده الرسميه مع المدير الفني الجديد. طيب في خبر كمان يا شباب، ان هو حسين الشحات. حسين الشحات زي ما احنا عارفين ان هو بيلعب جناح ايمن مع النادي الاهلي، لكن اصبح دلوقتي مركزه بقى فيه 1 و2. اصبح دلوقتي انت عندك طاهر محمد طاهر مكان حسين الشحات، عندك احمد السيد زيزو اللي النادي الاهلي وقع معاه جديد اصبح بيلعب مكان حسين الشحات، وكل المباريات اصبح دلوقتي احمد زيزو بقى هو المسيطر عليها، بقى هو الاساسي ناحيه الجبهه اليمنى. فاصبح حسين الشحات قال لك اصبح انا ماليش مكان داخل النادي الاهلي، فطلب من اداره النادي الاهلي ان هم يجيبوا له عروض، او هو جايب عروض علشان يرحل من النادي الاهلي باحترام، ما يفضلش قاعد دكه لغايه لما يموت او بعد كده ينتهي كرويا. فاللاعب عاوز يرحل بكل احترامه من النادي الاهلي، وجايب عروض في احد الانديه السعوديه واحد الانديه الاماراتيه. خليني اقول لك ان في الوصل الاماراتي بيحاول ان هو يتعاقد مع حسين الشحات، كمان في نادي اماراتي تاني عاوز يتعاقد مع حسين الشحات. فاداره النادي الاهلي هتشوف العرض المناسب للاعب وبعد كده هتاخد القرار في المرحله المقبله. طيب خلينا نتكلم كمان عن خبر تاني، وهو محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه انا مش عارف سبحان الله، يعني لاعيبه الاهلي اللي هم كانوا بيجيبوا بطولات ودوري ابطال افريقيا والدوري المصري وكانوا مستحوذين على بطولات داخل القاره وخارج القاره، انا مش عارف داخل الدوري المصري داخل الدوله المصريه وخارج الدوله المصريه في بطوله افريقيا. يعني كان لاعيبه الاهلي محمد مجدي قفشه وحسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف، كل اللعيبه دي كانت عامله انجازات مع النادي الاهلي وكانت بتحقق بطولات، لكن سبحان الله في يوم وليله الدنيا لفت على اللعيبه ديت واصبح اللعيبه دي هي اللي بتطلب الرحيل من النادي الاهلي. لكن خليني اقول لك هي دي الاخبار اللي طلعت النهارده وانا كده اتكلمت عنها. لكن محمد مجدي قفشه، خلينا عشان ننهي قصه محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه بيحاول ان هو يدور على عقد علشان يرحل من النادي الاهلي، لان احنا كلنا خلاص عارفين دلوقتي انت عندك محمد علي بن رمضان، وكمان عندك امام عاشور لما يرجع مع بدايه الموسم اللي جاي ان شاء الله. فانت اصبح المكان في وسط الملعب لمحمد مجدي قفشه بقى زحمه، واللاعب بقت فرصته في المشاركه بقت قليله جدا مع النادي الاهلي. فاصبح اللاعب دلوقتي بيحاول ان هو يدور على عقد خارجي او عرض داخلي علشان يرحل من النادي الاهلي. طيب بكده يا شباب يعني انا اكون قلت لك الاخبار اللي موجوده في الصحف المصريه، وفي اخبار تانية ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لك فيديو عنها واطلع اتكلم عليها واقول رايي، وانت كمان لازم تشاركني برايك